بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متتبعين قناة يومية صوفي. إن شاء الله فيديوهاتي تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم عندنا وصفة المحاجب. المحاجب هي وصفة تقليدية وهي محبوبة الجماهير. الوصفة تاعي اللي نعتمدها هي 2 كيلو، هي كيما يقول لك 2 كيلات تاع السميد مع نص كيلو فرينه. واذا كان عندك السميد كيما قال لك ما على بالكش المصدر تاعو ولا ما عندوش الاسم ولا خايفه منه ولا ديري 2 كيلات سميد بكيلو فرينه. المهم السر تاع المحاجب باش ينجحوا لك انك تدلكيهم عن شاف، ما تزرزقيش الماء تاع ما تزرزقيش العجينه تاعك من الاول، لاخاطش اذا فتي زرزقتيها وكما قال لك وبديتي تدلكي فيها ديريكت راح السميد تاعك راح يبدا يتقطع لك، ما تنجحلكش الوصف. المهم هنا راني ندلك المهم هنا راني ندلك في العجينه تاعي، وعندي وصفه، عندي ثاني وصفه والناس تيوس نعتمدها بالبزاف واللي نجحت عليها هي ندير باسينه تاع ما تغلي، ومن بعد نحط الجفنه تاعي ندير العجينه تاعي في ساشي، نحط الجفنه تاعي فوق الباسينه هذه، نخلي فوق الجفنه فوق القدره هذيك نخليها تقعد اون دمية واحده نص ساعه. كي تجوزي كي تروحي تجبديها تلقايها تم انطلقت كيما راكم تشوفوا. المهم هنا راني ندلك في السميد تاعي، ونحكي لكم واحد الحكايه، نحكي لكم الحكايه تاع العروسه اللي كيما يقول لك العروسه اللي رجعت كيما قال لك اللي طاحت، العروسه اللي طاحت من الدرجه في الشهر الاول تاع عرسها. المهم العروسه هذه دوك نحكي لكم عليها. هذه العروسه كيما يقول لك مزوجه مع راجل عاقل 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 حتى ما كان كيفاه، هو الراجل هذا هو اللي اختارها. إبا داروا العرس ومنايا كي تزوج بها لقى الفلانه هذه كاع ماشي اللي كان معاها ولا اللي كان متصورها ولا اللي كان يستنى فيها المراه تاعو. المهم هذه العروسه كيما قال لك اللي يديرها لها راجلها، اللي يديرها لها ما تعجبهاش، اللي كما قال لك اللي يشريها لها ما تعجبها، اللي يقولها لها ما تعجبها، يديها يخرجها ما يعجبها الحال، يخليها في الدار ما يعجبها الحال، يقضي لها يجيب لها الخضره تقول له ماشي مليحه، المهم تقول له يماك ماشي مليحه، المهم حاجه ما هي مليحه بالنسبه لها، كل حاجه نو سي نو. المهم هنايا هو واش يدير، قاعد يقول يا ربي كيف هذوك انا هذه المراه اللي بلاني بها ربي كيفاش ندير. ومن هنايا قال ما عليا غير نروح دوك انا لازم دارنا ما يسمعوش، نروح ما عليا غير نروح لنسيبتي نشكيلها. قعد السيد راح مع العشيه هكاك راح لنسيبتو، قالها بلي فوالا قالها شوفي بنتك انايا ما راني شهر زواج ما رانيش كيف ما قالك مانيش حاب نخرب بيتي، بصح الله غالب هذه المراه كثرت. قالت له ما تقلقش روحك يا نسيبي العزيز، قالت له هذه راهي عندي، ما تقلقش روحك حشيه نروح ليها ونفريها معها. قالت له هذا المشكل راه عندي ما تقلقش كاع روحك. السيد راح اشرى لنسيبته اقضى الدجاج ومنايا وقعيتين اشرى كيما قال لك المكتوب اللي كتبوا ربي، ادى لهم اقضى لهم الفاكهه، اقضى لهم شويه دجاج كيما يقول لك، اقضى لهم المهم ادى معاه نصيب اللي كتبوا ربي. المهم هنا السيد كي راح تعشاو منا قال لهم ابو انا نخرج برا. السيد خرج عاود ولا نسى كوارطو ولا سيبا واش نسى، عاود فتح الباب، كيف فتح الباب لقى المراه لا حكمتها يماها تقولها يا بنتي ماشي هكا الراجل ماشي تدخلي له ديريكت، الراجل راهو كي السلوم طلعي له بالعقل. السيد انخلع قال هذه هي سبب دعوتي صافي يماها. قال ما عليش. السيد بون غير راحت يماها منايا، راح حكم تخلى المراه تاعو، قالها باللي غير راحت يماها المراه بدات في المشاكل، بدات ماما جات ما درتلاش اللحم، ما قضيت الناش مليح، هذيك الفاكهه عيانه هذيك هكا. السيد خلاص تعمر قلبه، حكمها عطاها طريحه تاع الكلاب. ومن بعد خرج السيد، غير خرج هذيك عيطت لي ما قالت لها رواحي السيده واعر شوش دار فيا المراه غير ولات صافي غير ولات لقات بين بنتها كاع مبيسه. ودت حكمت نسيبها قالت له واش بيها بنتي قالها ما كاين والو، قالها السلوم طاحت من الدرجه الاولى تاع السلوم. هذه الحكايه نحكوها ان شاء الله تكون ظريفه.
المهم هذه الحكايه نحكوها كما قال لك على العرايس اللي راهم غير كيما رايحين يتزوجوا. هذه الحكايه كانوا يحكوها لنا الجدات، دوك ما نعرف اذا صح ولا كاينه منها ولا حكايه ولا. المهم حبيت نقصرها معاكم، حبيت ننصحكم، حبيت نقول للنساء هذو اللي رايحين يتزوجوا ولا للعجايز، ولا حبيت نقول لكم باللي ما كاش عجوزه، ما كاش عجوزه راهي راحت كيما يقول لك تحب الدنيا لوليدها، ولا تحب له الطلاق، ولا تحب له الميزيريه، ولا باسكو هذيك العجوزه راهي باش دارت هذاك العرس وقعيتينا وقصرت على وليدها ومنا. كاين اللي ما عندهاش، كاين اللي سلفت، كاين اللي ما كيما قال لك باش دارت هذاك العرس، ماشي باش تروح تجيب العروسه ومن بعد غد من ذاك تحاوزها لدارهم. هذه ما كاش منها، ما كاش اللي تحب يضروا لوليدها. وكيما يقولوا ثاني العرايس ثاني كاين بزاف اللي صبرت على راجلها والسنات وحتى خدم وكون روحه ومنايا وقعيتينا، ومن بعد باش تروح النهار الاول تخرب بيتها. هذه ما كاش منها. هذه حبيت نقدمها نصيحه برك. كيما يقول لك ناس بكري المراه يا العروسه تدخلي بنيتك، ويا العجوزه مشي بنيتك. كيما يقولوا ناس بكري اللي ما سلك، اللي ما ربح ما يسلك، ما كيما قال لك اللي ما ربحش ما يسلك على خير. ناس بكري هذه قالوها. ان شاء الله كيما قال لك تكون خفيفه، تكون حكايتي خفيفه ظريفه عليكم، وان شاء الله تعجبكم. وان شاء الله الوصفه تاع اليوم كيما قال لك الوصفه تاع اليوم تكون سهله عليكم وتجربوها. وعلى بالي بلي هذه لاستوس تاع الماء، هذه تاع ديري الماء في القدره وديري عليه وديري عليه الباسينه تاعك تاع العجين، على بالي بلي راح تسيوها وتنجح لكم وتولي ما كاش اللي ما ينجح لهاش المحاجب. المهم مع التالي حبيت نقول لكم ان شاء الله فيديوهاتي يلقاوكم بخير وعلى خير، وان شاء الله الوصفات تاعي قاعدين كيما قال لك ينجحوا لكم، والقناه تاعي تستفادوا منها. وان شاء الله نكون كيما قال لك نكون خفيفه الظل عليكم. واللي جاز منا حبيت نقول له ما ينساش الاشتراك في القناه ويدعمني يدعمني كما يقول لك بالاشتراك وما ينساش اللايك. وثاني حبيت نقول المشتركات تاعي حبيت نشكرهم بالبزاف باللي ما ننساش كما قال لك ما ننساهمش باسكو هما كما قال لك اللي بداو معايا. وان شاء الله هذا العام ان شاء الله كما يقولوا نربحوا عليه ويكون عام كما يقول لك يكون عام خفيف ظريف علينا، وكما قال لك ويكون غير تاع خير ان شاء الله. ان شاء الله كما يقول لك اخر الاحزان. هذه هي. وحبيت نقول لكم تانيك باللي المشتركات تاوعي ولا المشتركات اللي يجوزوا منا ولا، حبيت نقول لكم باللي رانا فتحنا تانيك ان جروب في الفيسبوك يسموه يوميات صوفي. تانيك لا فوتو تاعو كيما تاع القناه، ومن بعد نحط لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف ودخلوا ليه واشتركوا نتوما، اشتركوا كما قال لك دخلوا حباباتكم كيما يقول لك خواتاتكم منايا. هذاك الجروب مليح بزاف. رانا رايحين كيما قال لك نديروا فيه الوصفات اللي نديروهم هنا في القناه نديروهم ثم. كاين قصرات، كاين بنات، كاين كيما قال لك ديجا اصلا الجروب هذا عندناش يا ربي واحد السمانه هكاك ولا 2 سمانات ملي فتحناه راه الله يبارك عدد مليح، واحد 75 ولا 80 هكاك وحده. يعني فيه القصرات، فيه لي فوتو، فيه تصاور، فيه بنات مغبونات، فيه حكايات، فيه راح يكون كما قال لك راح يكون ان شاء الله جروب شباب ويكون نستفادوا منه كما القناه كما هو. وان شاء الله ماشي غير كما قال لك حتى اللي عندهم قناه ويحبوا يدخلوا في الجروب تاعنا يدخلوا ومرحبا بهم. وهذه هي. وهذو هما المحاجب تاعي عندي، هذو هما المحاجب. مع التالي انايا شغلت نحب نخبز الحبه تاع المعارك، ندير لها التشكشوكه لداخل وكي شغلت نعبصها فيها. نحب التشكشوكه تاعي هذو حبات تاوعي هذوما، نحب الحبات تاوعي تكون لاصوص داخلتهم مليح شغلت نخبزهم، ندير لاصوص التشكشوكه تاعي ونخبزهم بها. قلت باسكو هذوما تاع الدار ما نشح نبيعهم ولا صافي. شوفوا كيفاش نخبزهم بها وما تنساوش هذه الوصفه نغارونتي لكم باللي اللي جربها واللي كانت المحاجب تاعها ما ينجحوش رايحين ننجحوا لها. ميم كاين بزاف نساء، كاين بزاف اللي يديروا مشروع كيما هذا تقدر ديريه مشروع كيما المحاجب. كاين بزاف اللي دايرينه مشروع تخدم الكونتيتي كبيره بزاف. صافي ما عليها واش دير تشمخو في الليل
تمخو لافي كيما يقولوا، تمخ كونتيتي كبيره وتعجنها كيما قلت لكم. دير الباسينه تاعها، دير ما يغلي في الباسينه، ودير الجبنه تاعها فوق، وديروا هذاك تدلكوا عنشف، وديروا في ساشي نورمال كيما قلت لكم. راني نهضر ونعاود لكم في الوصفه. ديروا في الساشي تاعها وتخليه يبات. غدا من داك الصباح كي تنوض تقرصو وتخدم به ولاباس، ويجيها مليح مليح ولاباس. ومع الاخر نقول لكم حبيباتي، نقول لكم تهلاو في روحكم، وان شاء الله وصفاتي كما يقول لك تنال اعجابكم، وكما قال لك وتستفادوا منها، وتكون مفيده وتكون ناجحه. كما يقول لك ونتلاقاو كما يقول لك نتلاقاو في الخير ان شاء الله. استودعكم الله.